يستفيدها في الحقيقة من اعتنى بمثل هذه الأمور، أعني بمثل هذه الخصال الشرعية، أنها ولله الحمد تبعد عنه الوساوس. الآن بعض الناس مع طول أظافيره أحيانا يبدأ يوسوس، لعل تحتها نجاسة، لعل تحتها كذا. أحيانا بعض الناس مع إهماله لشعر جسده أحيانا في بعض مواضعه قد يشك أنه فيه نجاسة أو علقت به نجاسة. وهذا الوسواس في الحقيقة قد ابتلي به جمع من الناس. إذا تأملتم وجدتم أن جمع من الناس قد ابتلي بهذا الوسواس. يعني بعض الناس أحيانا يتوضأ، فإذا انتهى من وضوءه وأراد أن يخرج قال له الشيطان انتبه ترى خرج منك ريح، فرجع صاحبنا وأعاد الوضوء مرة ثانية. ثم إذا أراد أن يخرج قال الشيطان ترى نسيت أن تمسح رأسك، فيرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء. ثم إذا أراد أن يخرج من الحمام قال انتبه ترى أذنك اليمنى ما مسحتها، يرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء. حتى أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يستمر في الحمام قرابة الساعتين والثلاث ساعات وهو على مثل هذا الحال. بل حدثت عن أقوام وإن كان هذا أظنه قد وصل إلى مرحلة المرض إذا الوسواس القهري، يجلس في الحمام أكثر من 9 ساعات وهو يعيد الوضوء يغسل ثم يعيد الوضوء ثم يغسل. ولا شك أن هذا الوسواس يتسلط به الشيطان على الناس الضعفاء، وإلا لو كان الإنسان قويا في إيمانه لما استطاع الشيطان أن يتسلط عليه. جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مرة فأثناء صلاته أشار بأصبعيه هكذا، حرك الأصبع السبابة والوسطى، فلما انتهى من صلاته أقبل إليه بعضهم قال يا أمير المؤمنين رأيناك تحرك أصبعيك في صلاتك. قال نعم. قالوا له لما؟ فقال جاءني الشيطان فقال لي إنك تصلي على غير طهارة أو إنك قد أحدثت في صلاتك. فقلت له هات شاهدين، يعني أعطني شهود على كلامك. وكل شيطان يأتيني يقول أحدثت أصدقه. دلك هذا في الحقيقة على قوة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. بل أيضا أقبل رجل إلى أبي الوفاء بن عتيق، إلى أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ثم قال له يا أبا الوفاء إني رجل تصيبني الجنابة فأقبل إلى النهر فأنغمس في النهر تماما حتى أخرج منه، ثم إذا خرجت من النهر أرى أن بعض جسدي لم يصبه ماء. لاحظ، يقول أنا الآن غمست في النهر ومع ذلك أخرج وأرى أن بعض جسدي ما أصابه ماء، فكيف أغتسل؟ فالتفت إليه أبو الوفاء بن عقيل ثم قال اذهب يا رجل أنت أصلا قد سقطت عنك الصلاة. قال سقطت عني الصلاة؟ قال نعم أنت قد سقطت عنك الصلاة. ذهب الرجل، فرجل عند أبي الوفاء سأله قال له يا شيخ كيف سقطت عنه الصلاة؟ رجل يسألك عن الاغتسال. قال بالله عليك الرجل الذي ينغمس كله في الماء ثم يخرج، فإذا خرج ظن أن بعض أعضائه ما جاءها ماء، هذا مجنون ولا عاقل؟ قال لا والله هذا مجنون. قال ورفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق، إذن هذا مجنون. فالمقصود من هذا أن المرء ينبغي في الحقيقة أن يحذر من مثل هذا. وعموما الوسواس له حلول كثيرة. يعني بعض الناس قد يكون من حلوله أحيانا من حلول الوسواس في بعض الأحايين أن يكون المرء مثلا يعرض نفسه على طبيب، أن يتعلم بعض الأحكام الفقهية. لكن في تصوري أن الحل الوحيد الأصلي الذي يمكن أن يعمل مع الناس، وهو الذي حقيقة جربناه مع قوم كثيرين، أن يكون الشخص أيها الإخوة والأخوات عنده قوة واستطاعة وجزم أن ينتصر على الشيطان. لا يفيد أنك تتصل بي وتسألني وتتصل على فلان وفلان وتقول أنا عندي وسواس، وأبدأ أنا أتكلم 10 دقائق والثاني يتكلم نصف ساعة والثالث يتكلم مثل ذلك. لا يكفي هذا، بل الذي ينبغي أن نكون عليه هو أن يكون عندك أنت جزم، يكون عندك جزم في أنك تتخلص مما أنت عليه. يعني مثلا توضأت جاء الشيطان قال انتبه ترى خرج منك ريح، لا تلتفت إليه كمل وضوءك. ثم ذهبت تصلي قال انتبه أعوذ بالله تصلي على غير طهارة، الله أكبر اتركها على جنب. صليت قال انتبه ترى خرج منك ريح وأنت تصلي أيضا، اتق الله حرام، لا تلتفت إليه، سمع الله لمن حمده، كمل صلاتك ولا تلتفت إليه، فإنك إن التفت عليه أفسد عليك صلاتك. مرة من المرات صلى شخص وأنا كنت في المسجد، صليت ركعتي تحية المسجد وجلست، أقبل شاب وصلى وكنت جالس أنا أقرأ قرآن، جاءه يريد أن يصلي تحية المسجد فكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر الله. ليش؟ لأن الشيطان يقول له ترى ما قلت الله أكبر، أنت قلت أكبر. فلما يقول الله أكبر يقول أنت ما قلت أكبر، أنت قلت أكر، أعدها.
يلعب به الشيطان، وبدأ يقول الله أكبر، ضم يده الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وبدأ على هالحال. المهم سجد السجود الأول ثم قام، فقلت في نفسي سيسجد 3 أو 4 سجودات، في نفسي سيوسوس الشيطان أنك نسيت سجود. سجد السجود الثاني وأنا أقول في نفسي سيسجد 3، ثم جلس ثم سجد سجودا ثالثا، لأن الشيطان قال له ترى في سجود ناقص، حرام عليك، كيف تصلي عليك، ما تقبل صلاتك يا أخي، زود سجود، هو ناقصك شيء، زد سجودا فيها وكمل صلاتك. فسجد سجودا زائدا ثم قام بعد ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أنه يتسلط الشيطان على بعض الناس بهذه الصورة، وأقوى شيء تستطيع أن تدفع به الوسواس عن نفسك هو أن يكون عندك جزم أن تبتعد عنه، بحيث أنك في صلاتك قال لك ترى نسيت سجود، نسيت ركعة، لا تلتفت إليها، تم صلاتك، ورب العالمين غفور رحيم. وأتصور حسب التجربة الطويلة مع بعض الناس المصابين أنك لو استطعت أن تنتصر على نفسك يعني قرابة شهر كامل تقريبا، وأن تنتصر على نفسك أنه لا يتسلط عليك الشيطان، سوف تنتصر أبدا في النهاية. أما إذا كان الإنسان يا جماعة في صلاته وفي غيره يتسلط عليه وهو يطيع، فسوف لن يتركه الشيطان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يقبل إلى أحدكم في صلاته فيخيل إليه أنه خرج منه ريح أو صوت، يخيل إليه. وفي رواية قال فينفخ في دبره، وفي رواية قال يسل شعرة من دبره. لاحظ الشيطان كيف يتلاعب به. قال الصحابي طيب يا رسول الله يعني أطلع من صلاتي أم أستمر؟ قال لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم، لا تنصرف من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. هناك نوع من الوسوسة قبل أن أنتهي، يعني ليس له علاقة بالطهارة والصلاة، لكنه نوع آخر وهو الوسوسة في الكون، الوسوسة في الخالق. بعض الناس يعني يوسوس من خلق الخلق، كيف الله عز وجل خلقنا، كيف الله يبعثنا، طيب الله ليش كذا وكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول طيب ومن خلق كذا، فيقول الله، فيقول له طيب ومن خلق الشجر، من خلق الجبال، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، السلام عليكم، واترك الموضوع تماما، فكر في أمر آخر تماما. لأن الإنسان والإخوة والأخوات له حد يستطيع أن يصل إليه في تفكيره، لا يستطيع أن يتجاوزه. وقد جاء يعني أن بعض السلف رحمه الله تعالى كان يقول نظرت في القدر فتحيرت، كان يقول وهب بن منبه نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أقلهم خوضا فيه. يعني في بعض المسائل مثل مسائل مثلا المتعلقة يعني بما ذكرنا من خلق الله ونحوه، أو بعض المسائل المتعلقة بالقدر وغير ذلك، أحيانا يكون السلامة ألا تفكر فيها لأنها فوق مستواك ولم يكلفك رب العالمين بها. بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله حلقتي القادمة نتكلم حول شيء من هذه الأحكام التي نحن بصددها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، ولعل الله أن ييسر لنا عدة لقاءات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.